الافريقي يكتسح الصفاقسي، المستيري يكتسح شبيبة العمران في قمة الجولة 21 للدوري التونسي. السلام عليكم، مرحبا بكم شباب النادي الافريقي، جمهور النادي الافريقي العريق والعريض. مرحبا بكم الناس الكل. اليوم في الجولة 21 اكتساح النادي الافريقي على نظيره النادي الصفاقسي في الطيب المهيري بالذات بنتيجة 1-0، نتيجة انتصار النادي الافريقي الذي لم ينتصر على النادي الصفاقسي منذ 15 سنة، يعني بالتحديد منذ سنة 2010. وكذلك الاتحاد المنستيري يكتسح شبيبة العمران بسباعية نظيفة. هذا ما جاء في الجولة 21. شفنا تألق الخضراوي اللي رجع في فورمة مع النادي الافريقي، تبارك الله ما شاء الله، اللي خلى النادي الافريقي يرجع على سلم الترتيب وينافس على البطولة. حازم المستوري يسجل الهدف رقم 12 ليه في البطولة التونسية، ونأكد لكم اللي المنتخب الوطني التونسي يربح مهاجم من عيار ثقيل. باش نحكيو على أهم التفاصيل اللي الناس الكل شفنا الهدف نتاع نادي صفاقسي الملغى. أنا حسب اعتقادي وحسب ظني، بما أني لست يعني حكم دولي أو خبير في الرياضة، لكن ميساش نجم نعطي رأيي كمتفرج عادي. اللي راها عادية. اول حاجة فما اورجي، هو ما فماش اباري باش تعرف فما اورجي ولا، يعني ما فماش فار، ما فماش حتى شيء. اخترنا من الاورجي. بركات الحميدي كي صعدتها باش نوريكم فيديو. هذه كرة، هذه الرأسية لبركات الحميدي، ثم التسديدة، يعني اللاعب كان في موقع سليم. كيما شفنا بركات الحميدي كي صعد طيح زوز مدافعين وزيد المس الكرة بيده، يعني هدف ملغى وقرر الحكم سليم. وهدف كذلك الخضراوي كان من طراز رفيع ما شاء الله. الحقيقة هدف كان امتعنا اليوم الخضراوي في الهدف متاعه. نشوفوا معنا فيديو. عسيا احمد خليل، بلال ايت مالك، بلال ايت مالك، الكره لصالح الافريقي حمزه الخضراوي، حمزه الخضراوي، والهدف الاول، الهدف الاول لصالح النادي الافريقي. كانت هذه ابرز التفاصيل. شفنا النادي الافريقي مباراة جيدة، شفنا كذلك مباراة مستير انتصار 7-0. حبيت حاجة بركة نحب نوضحها، اللي اي جمعية تكور كونتر النادي الافريقي تولي تبكي، تولي مشكلتها حكم، تولي مشكلتها، وهي بالرغم اللي الحكم مشي مريقل عدى طرحة مزيان على الاخر. اما مشكلتنا اني النادي الافريقي ما نحبوهاش تطلع، ما نحبوش النادي الافريقي في الصدارة. كما شفنا الاعلام كيفاش يتكلم عن النادي الافريقي كي تبدا في الترتيب، يعني في الصدارة او المركز الثاني. الحقيقة ياسر
مركزين مع النادي الافريقي. ان شاء الله اخويا المرض هذا يتنحالهم، وان شاء الله ديما النادي الافريقي في العلالي، وبقدرة ربي الافريقي في السكة صحيحة وباش ترجع تنافس على البطولة بجدية. وتفكروا كلامي، النادي الافريقي باش ينافس على البطولة بجدية، حتى كان مش سنة يلعب على رابطة الابطال على الاقل المركز الثاني سنة. والعام الجاي ان شاء الله النادي الافريقي باش يرجع قوي، والنادي الافريقي باش يرجع ديما في احسن الاماكن، وكما معتادين بالنادي الافريقي متعودين اللي النادي الافريقي ديما في المراكز العالية، المراكز الاولى. ماذا بينا هكا كورتنا تولي مزيانة، كما الترجي يتكور، النادي الافريقي، النجم الساحلي، وكذلك الجمعيات الاخرى كما بروز الاتحاد الرياضي المنستيري، ترجي جرجيس، الملعب التونسي. بالرسمي ابهرنا ترجي جرجيس سنة، لعب كرة مزيانة ورا حاجات باهية. مالوريزمون بارتي اللي فاتت كنت المكشخة تعرض لشوي مظلمة، اما عادي هذيك هي كرة القدم. كرة القدم ما تخافش على الحكم، كرة القدم تكور وتوري وجه افضل لفريقك، وتوري روحك، وتحكي وتوري انك قادر انك تواجه الكبار. هذيك كورتنا في تونس، وهذوك ملاعبنا، وان شاء الله ديما تونس في احلى حلة.